عايزين تحسوا بالانتعاش يبقى لازم تعملوا الكيكة القمر دي. لو جربتوا التريليتشا العادية اللي هي بصوص الكراميل، جربوها بقى مع صوص الليمون الخطير ده، هينقلها في حتة تانية. عملنا التريليتشا الأصلية قبل كده والحمد لله جابت 2 مليون مشاهدة، قلت أعملها لكم بقى بطريقة تانية. كيكة طرية وبتدوب في البق ومنعشة وترطب على القلب. تعالوا بينا يلا نشوف عملناها ازاي. تنسوش تعملوا لي اشتراك على قناة اليوتيوب ولايك وشير للفيديو ده. ومبدئيا كده المكونات كلها لازم تكون بره التلاجة قبلها بفترة، زي البيض، السكر، الدقيق، البيكنج باودر كده يعني. عندي بقى 4 حبات من البيض، هحط عليهم كوباية من السكر، بحط بقى معلقة صغيرة من الفانيليا، وبنخفق بالمضرب الكهربائي على سرعة عالية. الأول كده بقلبهم بالمضرب علشان بس السكر ما يتنطورش في وشي ويطير في كل حتة. بنخفق بقى البيض لحد ما قوامه يفتح كده ويتضاعف حجمه. هتستخدموا المضرب اليدوي، هتستخدموا الخلاط، التلاتة برضو شغالين معاكوا وهيدوكوا نفس النتيجة. المهم نفضل نخفق فيهم لحد ما يدينا اللون الفاتح ده من البيض، وكمان يتضاعف حجمه والقوام يتقل شوية. مهم جدا نخلي القوام بالشكل ده وندخل أكبر كمية هوا في البيض، علشان ده اللي بينجح معايا الكيكة وبيخليها سفنجية. بعد كده بقى بضيف المواد الجافة اللي هي 1.5 كوباية من الدقيق، عليها رشة بسيطة خالص من الملح، 1.5 معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبننخلهم بقى بالطريقة دي وبنقلب من تحت لفوق في اتجاه واحد. أهم حاجة واحنا بنقلب نقلب الخليط براحة خالص، علشان البيض اللي احنا دخلنا فيه هوا ما يهبطش معايا بسهولة. وهنا لو حسيتوا ان القوام تقيل شوية ممكن تضيفوا 1/4 كوباية من الحليب، وبنقلب تاني لحد ما اللبن او الحليب اللي احنا ضفناه يختفي بس. وده بيبقى القوام عندي. القوام بيبقى تقيل شوية مش خفيف، لان دي كيكة اسفنجية مش كيكة عادية. باخد الخليط بقى واصبه في صينية مدهونة بالزيت، وممكن تبطنوها كمان بالدقيق لو حابين. بنساوي وش الكيكة كويس قوي، وبعدين بنخبطها 3 مرات كده على السطح، وبندخلها بقى فرن ساخن قبلها ب10 دقايق على 180 على رف الوسطاني. بتاخد من 25 دقيقة ل 30 دقيقة وبتكون استوت وتمام. وأكيد قبل ما بنخرجها من الفرن لازم نختبرها بسكينة أو بعود خشبي. وبنسيبها بقى تبرد على جنب شوية لحد ما نحضر صوص الليمون. في كسرولة بحط 1/4 كوباية من عصير الليمون، نص كوباية من السكر الأبيض، كوباية من المية، 1.5 معلقة كبيرة من النشا، وبقلب الخليط ده لحد ما النشا عندي تدوب تماما. بعد كده علشان بس اللون يبقى أخضر زي ما انتوا شفتوه كده في الأول، بنضيف له لون غذائي كده أخضر يا إما أصفر على حسب بقى المتوفر عندكم. درجة اللون بنتحكم فيها، يعني أنا ضفت في الأول شوية، حسيت إن هي لسه محتاجة فضفت لها شوية كمان لحد ما ظبطت معايا وبقت باللون ده. باخد بقى الخليط ده وأحطه على النار لحد ما يغلي كده والقوام عندي يتقل ويبقى بالشكل ده كده. وآخر حاجة بحطها مكعب كده من الزبدة، وبنقلب الصوص ده. الصوص ده بقى طعمه حلو قوي، منعش كده ولذيذ بجد. باخده بقى وافضيه في حاجة كده علشان يبرد عندي أسرع. للتشريبة أو الحليب أو اللبن اللي هنسقي بيه الكيكة، عندي 2.5 كوباية من اللبن أو الحليب، بحط عليهم 2 معلقة كبار من السكر وبقلبهم بقى. الحليب ده كان دافي والكيكة كمان كانت دافية شوية، بس الكيكة بكمية الحليب اللي عندي كلها. وبسيبها بقى على جنب شوية لحد ما احضر الكريمة. عندي في الطبق بحط كوباية من الكريمة، وعندي كمان شوية كده من بشر الليمون، ونص كوباية من المية المتلجة أو الحليب المتلج زي ما تحبوا. وبالمضرب بنخفق الكريمة على سرعة عالية لحد ما يتضاعف حجمها وتديني القوام ده. بشر الليمون اللي احنا ضفناه
ما تستغنوش عنه ابدا، لانه بيخلي الكيكة والكريمة طعمهم حلو قوي، وبيخليهم كده بنكهة وطعم الليمون، لانه فيه زيوت عطرية اول ما بنحطه على الكريمة فبينتشر كده في الكريمة وبيخليها طعمها حلو قوي. نروح بقى للكيكة تاني. انا كنت شلت الوش بتاعها، اللي هو الوش اللي بيلمع ده اللي بيبقى فيه كمية الزفارة بتاعة البيض. كمان حسيت اني لما احط الكريمة الوش كان هيتشال معاها، وهتخليلي كده الكريمة ملحوسة وشكلها مش لطيف خالص. بحط بقى الكريمة كده على الوش وبسويها كويس جدا. المهم نخلي السطح بتاعها أملس كده وناعم بالشكل ده. والصوص بقى قبل ما نحطه على الكريمة ما تغلطوش غلطتي وتحطوه هو لسه دافي، لازم يبرد تماما علشان ما يسيحليش الكريمة. بنكون سايبين معلقة كريمة على جنب بنحطها في كيس حلواني وبنعمل خطوط، وبالعود الخشبي بنعملها كده رايح جاي لحد ما بيبقى معايا بالشكل الحلو قوي ده. بعد كده بندخل بقى الصينية الحلوة بتاعتنا دي في التلاجة تبرد شوية. بعد كده بنبتدي نقطعها ونقدمها وبألف هنا. شايفين ما شاء الله الصينية ما قعدتش لحد ما اخلص حتى تصوير. اللي كانوا مستغربين قبل كده ازاي انا عملت الكيكة من غير زيت، ايوه انا عملتها من غير زيت وطلع معايا نتيجتها ما شاء الله مبهرة. طريقة الكيكة دي انا معتمداها من سنين، فاعملوها من غير زيت وهتطلع معاكم نتيجتها ان شاء الله زي اللي قدامكم دي بالظبط. كلنا عارفين حلاوة كيكة التريليتشا اللي هي بتبقى مسقية بالحليب، ما بالكوا بقى لما نعملها بصوص الليمون المنعش الخطير ده. جربوها بقى ومش هتندموا، وأوعدكم ان الصينية اللي هتعملوها مش هتستنى لتاني يوم. وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة يا حلوين.